ليه المسلمة ما ينفعش تتجوز لا مسيحي ولا يهودي؟ وليه المسلم ينفع يتجوز مسيحية أو يهودية عادي؟ أول حاجة احنا عندنا الجواز هو عقد ديني ملوش علاقة بأي قانون ولا جواز مدني ولا الكلام ده. احنا جوازنا في الإسلام بيعتبر جواز عقد ديني. فلو رجعنا للدين هتلاقوا ان المسلم عنده إيمان ب6 أركان. ايه هما؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأنا عندي المسلم بيكون مؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب المنزلة السماوية من عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنا عندي المسلم بيبقى معترف بسيدنا عيسى وبسيدنا موسى وبالكتاب اللي هو الإنجيل وبالتوراة. فلو اتجوز مسيحية أو يهودية فهو عنده شيء لتقديس دينها، هو مقدس دينها. ليه؟ لأنه هو مؤمن باللي هي برضو بتؤمن بيه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في البيوت الطبيعية القوامة بتكون للرجل، وانا ماليش دعوة لا بحقوق مرأة ولا الكلام اللي بيطلع جديد ده. احنا عارفين ان البيت الطبيعي الرجل هو اللي بيكون قائم على البيت، هو رب البيت. فانا دلوقتي لو قاعده في بيت والدي فوالدي هو اللي بيرعاني وهو اللي بيخلي باله مني وهو اللي بيصرف عليا وهو اللي بيتولى شؤوني. لما باجي اتجوز فبنعمل اللي هو عند المأذون جواز كده، عقد كده، ان الولايه بتتنقل من بابايا وبتروح لزوجي، هو بقى اللي بتكون ولايتي تحتيه، يعني هو اللي بيبقى ولي عليا. حلو الكلام لحد كده؟ حلو الكلام. فالدين بيقول ان المسلم يتجوز عادي مسيحية او يهودية لانه هو بيقدس دينها ومعترف بدينها ومعترف بنبيها، فعادي. فما فيش لا خوف ولا قلق ولا ضرر على دينها. بالعكس الاسلام كمان بيأمر الرجل اللي متجوز واحدة مسيحية يروح بيها الكنيسة وينتظرها لحد ما هي تصلي وتخلص صلاتها ويروح. يعني بصوا سماحة الاسلام لدرجة ايه. كمان هنا في شيء من المساواة. لكن انا بقى دلوقتي لما اجي اجوز واحدة مسلمة لواحد مسيحي او يهودي فهو اصلا لا معترف بسيدنا محمد ولا معترف بالقرآن ولا معترف بدينها اصلا، فهو ما عندوش حتى شيء يقدس بيه دينها زي المسلم ما هو مقدس دين اليهودية او المسيحية. فما ينفعش ان انا احط المسلمة تبقى ولايتها تحت ولاية رجل مش مؤمن بدينها ومش معترف بدينها. اذا انا كده بعرض المسلمة دي للخطر. وزي ما القوامة للرجل فهنا القوامة مش هتنفع للرجل لان هنا هو مش معترف اصلا بدينها، فازاي تبقى ولايتها تحت رجل مش معترف بدينها؟ فهل هنا في شيء من المساواة؟ ابدا مفيش اي شيء من المساواة. ولو جينا وقلنا ان واحدة خلاص عملت ده واتجوزت واحد مسيحي او يهودي وهي مسلمة فده مش معترف بيه في الاسلام عندنا بالاجماع. مفيش مثلا اختلاف، مفيش فقيه ولا عالم ولا حد قال عادي، مفيش الكلام ده. فده جواز باطل 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 وما ينفعش. طب امتى ممكن المسلمة تتجوز مسيحي او يهودي؟ لو هو اعترف بدينها واعترف بالقرآن واعترف بسيدنا محمد وآمن بيهم، فاذا هنا مفيش اي مشكلة خالص. هو كده اصبح مسلم يتجوز عادي المسلمة وهي تتجوزه، وهو اصبح منها وهي اصبحت منه، مفيش اي مشكلة. شفتوا بقى؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.